اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا احلى عيله في الدنيا. انتوا بصراحه يعني ناس كويسه جدا، بترفعوا من روحي المعنويه بالتعليقات بتاعتكم. تعليقات جميله جدا انا بقراها، تعليقات حلوه قوي بصراحه، بتبسطني جدا وبتفرحني. شكرا ليكم، وشكرا على كل واحد اشترك في القناه. شكرا لكم يا بنات. النهارده هنعمل مع بعض الرقاق الناشف. تحت بيتباع غالي جدا، بيتباع الشنطه انا في وجهه نظري انا ما تجيبش الكيلو، وتتباع ب50 جنيه وب60 جنيه. طب وليه؟ احنا ممكن نجيب كيلو دقيق ب20 جنيه، اللي هو الدقيق النضيف، الدقيق النضيف ب20 جنيه اهوت، ونعمل منه كيلو رقاق تحفه 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 تحفه. يبقى عندك في البيت للعيد. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه احنا متعودين ان احنا بننخل الدقيق. انا هعمله معاكم النهارده في الصينيه، الستانلس دي هنعجن في قلبها. ماشي، هنعجنه بايه بقى؟ بميه وملح بس. الدقيق ما بتحطلوش الرقاق ما بيتحطلوش بيكنج باودر ولا بيتحطلوش خميره. ماشي يا بنات، هو عامل زيه زي الفطير. الفطير برضو بدقيق وميه وملح وشويه سكر، بس احنا هنا مش هنحط سكر. ماشي اهو، هندخل كده اهوت مع بعض كده. ليه بقى بندخله؟ يعني ايه؟ عشان لا قدر الله ما يكونش فيه حاجه كده قشايه كده يعني. رغم ان انا ببقى واثقه من العطار اللي انا بجيب منه، الحاجه بتاعته نضيفه جدا، بس برضو انا برضو لازم انخل الدقيق. انت حتى لو انت واثقه زي كده في العطار بتاعك اللي انت بتجيبي منه، لازم برضو تنخلي الدقيق. حطي بقى كمية الدقيق كده اهوت. متعودين اي دقيق بنجيبه في اي وصفه لازم يتنخل. هنعجنه بميه من الحنفيه. ماشي يا بنات، هنعجنه بميه ايه؟ من الحنفيه عاديه خالص. بصي المنخول مفيهوش حاجه اهو، بس برضو لازم ننخله. وهي يا بنات بصوا اهو، هنعمل بقى ايه؟ هنحط الميه اهو ونلم. بصي اهو، انتي لو عندك عجان حطيه في قلب العجان، اديه في قلب العجان بعد ما تنخليه، حطيه في قلب العجان وشويه شويه في العجان بالميه. ما تحطيش الميه بتاعتك مره واحده برضو اهو. بصي اهو، نعجنه بقى. عجينه الرقاق بتبقى ما تبقاش ايه ولا طريه قوي ولا ناشفه قوي. ماشي اهو اهو. تقدري بقى تلمي كده اهو. نحط ميه لو هتعملي في الطبق برضو واحده واحده اهو اهو. بس انا قلت اجرب اعمل معاكم ايه في الصينيه، نعجن في الصينيه كده. بصراحه تحفه لما تعجني في حاجه واسعه كده شويه، بتاخدي راحتك في العجين. طبعا انا عندي الرخامه بتاعتي نظيفه، اي حاجه تقع عليها ممكن تاخديها عادي، ده انتي غسلاها ومنضفاها مخليها زي الفل. بس واحده واحده عشان ما تضطريش تحطي دقيق تاني. واحده واحده كده مع العجينه بتاعتك لحد ما تحسي ان هي استكفت من الميه. نروح بقى ايه؟ حاطينها على الرخامه بتاعتنا ونبتدي نعمل العجينه بتاعتنا. كده هنقعد بس ايه؟ سنة ميه صغيره بس هنحطها ايه؟ معلش يا بنات، هنحطها سنه سنه. ان شاء الله. بصي تلمي بقى الدقيق بقى الايه؟
اللي في الصينيه كده اهو بايديكي كده اهو كده. مش هنحط ميه تاني. مش انتي كنتي بتقولي هتحطي شويه ميه؟ لا انا شفتها كده، انا شايفاها كده ايه كده كويسه قوي، مش هتحتاج ايه ميه اهي. انا عندي الرخامه بتاعتي نضيفه زي ما قلت لكم زي الفل اهي. اهي الناس بقى كل العجين اللي على ايدي ده اهو. انا جايبه دقيق افرد عليه، ماشي. انا جايبه ايه دقيق عشان افرد عليه الرقاق بتاعي، لان الرقاق ده لازم ايه يتفرد على عجين. بصوا اهي عشان واخده كفايتها من الميه. بصوا اهي جميله ازاي اهو. تيجي بقى بصي اهو تفردي وتلمي اهو، تفردي اهو وتلمي اهو. بصي اهي افردي وتلمي. تنعمي بقى العجينه بتاعتك كده تخليها زي الفل، عامله زي الملبن كده معاكي، ماشي اهو. عشان بسم الله ما شاء الله تبارك الله مخدومه في الميه. بصي اهي بسم الله ما شاء الله. نفضل بقى بصي اهو، بصي اهو تفضلي بقى تعجني فيها كده شويه اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله تحفه تحفه تحفه. لو وصلتي معايا لحد كده متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس يا قلبي عشان يوصلكم ان شاء الله من القناه كل جديد، يوصلكم مننا ان شاء الله كل الحلقات الجديده ان شاء الله اللي هننزلها. تفضلي بصي تعجني فيها كده لحد ما تبقى معاكي زي الملبن. بصي اهي بصي ما بقتش تلزق في الايد خلاص. بصي اهي ما بقتش تلزق خالص اهي. الله اكبر اللهم بارك اللهم بارك. معلش يا بنات الولاد حواليا عمالين رايحين جايين ربنا يخلي اهو. بصي بسم الله ما شاء الله. بصي بصي اهي تحفه 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 تحفه. طب هنعمل فيها ايه؟ هريحها بس ايه بس ايه 10 دقايق كده او 5 دقايق كده ونبتدي نقطعها ونريحها تاني. لازم العجينه بتاعتك ترتاح عشان تبقى ايه تبقى حلوه معاكي وتبقى كويسه، ماشي يا جميله. هريحها بقى ايه احطها دلوقتي في الصينيه كده بتاعتي اهيت كانت هنا دي، واحط عليها حاجه واريحها وارجع لكم تاني. اهو يا بنات هنعمل اهو مع بعض اهو. طبعا ايه هنحط ايه شويه دقيق كده في الصينيه. طبعا احنا محتاجين الرخامه عشان خاطر ايه نفرد عليها، فاحنا هنحط في الصينيه. انت لو عندك الرخامه بتاعتك بسم الله ما شاء الله كبيره اعملي عليها. هنقطع بقى ايه العجينه بتاعتنا. بصي اهي بصي اهي الحجم اللي انت عايزاه بقى تقطعيه، كبيره صغيره على قد الصينيه اللي انت هتعملي فيها، ماشي اهو. بصي اهو كوريها كده اهو نروح بقى حاطينها كده في الصينيه، ماشي اهو. على حسب ما انت عايزه حجم الرقاقه بتاعتك قد ايه اهي وتحطيها. بصي اهي ماشي يا ميزو ما خلص اهو. بصي اهي ادي الرقاقه اهي. طبعا انت بتعمليه في البيت بنظافه، دي حاجه يعني مش مفروغه منها. انت بتعملي حاجتك في البيت بنظافه
هو بره ربنا يحسن رزقهم يا رب ويرزقهم، بس انت بتعملي في البيت حاجتك بنظافه. وكمان الاسعار يعني ربنا يعني ييسر الحال للناس كلها ويهدي الحال. عندك المردانه اللي هي العجل دي اوريها لك نعمل بيها اهي. عندك دي اعملي بيها، ما عندكيش دي وعندك النشابه زي اللي عندك التانية برضه اعملي بيها، دي او دي هتنفع ماشي. بسم الله ما شاء الله. هنا العجينه هتعمل معاكي ايه شويه رقاق محترمين. هقطع بقى بقيه الكميه اللي معايا دي كلها، اقطعها وفي الاخر خالص اوريها لكم ونسيبها ترتاح برضو شويه. دلوقتي بقى يا بنات هنعمل مع بعض ايه الرقاق بتاعنا. بصوا هناخد كده ايه، هنحط ايه حبه دقيق كده اهو ماشي، نبططه كده اهو. عندك النشابه كنبه ما عندكيش، وعندك المردانه دي ماشي، نغطيه كده بس عشان وشه ايه ما ينشفش. بصي اهو، بصي اهو. هنعمل بقى ايه لما تلاقيها بتلزق منك كده هنبدرها. بصي ببدرها كده بشويه دقيق. بصي بدرتها بشويه دقيق. بصي اهو برضه بتلزق تاني، نبدرها تاني. ويا بنات بصوا بنعمل اهو، بصي بالنشابه اهي، بصي اهي. ونحط دقيق كتير عشان ايه العجينه تمشي معاكي ماشي. بتحطي دقيق من تحت ومن فوق عشان العجينه تمشي معاكي ماشي اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عسل، حاجه كده حلوه قوي. كده تحفه. انا اول مره استعمل المردانه دي على فكره، انا لسه شارياها. انا كنت بعمل بالنشابه يعني، لو لقيتوا حاجه متقطعه كده بتعرفوا ان انا ايه لسه اول مره استعملها، فايه لسه مغطش عليها. نحط بقى حبه دقيق كده اهو من تحتيها كده. شيلها بقى كده. بصي اهي، نحطها فين وهي مريم على الصينيه. هوريكم دي بتستوى ازاي بعد من كده اهو يا بنات. بصوا اهو، هوريكم بس الكاميرا بس سنه عشان تشوفوا اهو. بصوا على نار عاليه اهو. اول ما تتشمع هنقلبها على اللمه التانيه. بصوا انا عاملاها على مقاس الصينيه اللي هعمل فيها. انتي طبعا بتعملي على مقاس الصينيه اللي عندك. بتفتحي قلبها كده. بصي اهو عاملاها كده اهو. معاكي بقى قماشه كده ولا حاجه. بصي تشيلي بقى الدقيق ده كده اللي عليها كده عشان ما يحرقش معاكي. نهدي بس النار سنه كده عشان ما يخليش معاكي الصينيه لونها اسود كده، ما تبقاش لطيفه. عشان انت لسه معاكي كميه الرقاق بتاعتك لسه ما خلصتيهاش ماشي.
اهو يا بنات بصوا اهو. اهو انت هتحسيه ان هو طري، انما انت لما لسه هنسيبه لسه في الهواء ينشف. اهو بصي اهو جميل وحلو زي الفل. ماشي، هعمل بقى بقيه الكميه اللي معايا دي كلها وهوريها لكم ان شاء الله في الاخر. بصي يا بنات الرقاق حلو ازاي، ده من كيلو دقيق. بصي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه ازاي. اهو بصي اهو. طبعا ده لسه ايه هفرده عشان ينشف بقى تحت المروحه. بصوا جميل ازاي. انت لو هتجيبيه من بره مش هتجيبي الكميه اللي احنا عاملينها دي. بصي اهو، وب20 جنيه عملتيه. عملت كيلو رقاق ب20 جنيه، 20 جنيه دقيق عملتي بيه رقاق، وربع كيلو بططتي عليه. والبطل معانا بقى النهارده في الفرد الرقاق بالطريقه الحلوه بتاعتنا دي، المردانه التحفه دي. دي تحفه 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 يا بنات. دي انا انصحكم ان انتوا تجيبوها، حلوه هي بس ايه هتغلبكم شويه. انا انصحكم يا بنات بصراحه تجيبوا دي تحفه 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 تحفه. هي هتغلبكم شويه في الفرد بس هتاخدوا عليها بعد يعني وانتوا بتفردوا هتاخدوا عليها. بصوا يا بنات يعني دي حاجه يعني تحفه روعه. يعني مش عارفه اقول لكم ايه. انت لو هتجيبي الكميه دي مش هتجيبيها من بره بالطريقه، مش هتجيبي الكميه دي من بره بصراحه. يعني كفايه بره الشنطه ما بتكملش كيلو ب50 جنيه. معرفش على ايه بصراحه يعني. وكفايه اللي انت عاملاه في البيت بايديكي انت، حاجه البيت ليها طعم تاني، ليها طعم تاني يا بنات عن بتاعت بره. ماشي يا حبايبي، ولو عجبتك الحلقه بقى يا جميله ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد من قناتنا. وشكرا لكم يا بنات، واستنوني ان شاء الله في الحلقه الجايه من اكلات بلدنا. باي باي.